11 سوريا ماتوا في الساعات الماضية. لا يهتز العالم للخبر، ولا تقف صروح الأمم دقائق صمت، ولا يعبر أمينها العام عن قلقه المعتاد. لم تعقد قمة عربية ولا إسلامية، لم تقم غير الجنازات. 11 سوريا ماتوا. ماذا بعد؟ فالسوريون يموتون من 4 سنوات، يذهبون إلى حتفهم قوافل، وقد خبروا كل صنوف الموت، غير أن موتا صقيعيا مشهودا كان يمكن الحيلولة دونه بغطاء صوفي أو مدفأة له وقع خاص، له شكل العار. المأساة تلاحق السوريين الذين صاروا اللاجئين الرقم 1 في العالم. في لبنان، حيث العدد الأكبر قياسا لكثافة السكان، يعيش 400 ألف منهم في مناطق البقاع المعروفة بجفافها وبردها القارس شتاء، ربعهم في عرسال، ولهؤلاء حكاية خاصة مع المعاناة. في العاصفة التي تضرب شرق المتوسط حاليا، تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون التجمد بكثير. لا يملكون غير هذه الخيام المتهالكة في مواجهة ثلوج تتجاوز سماكتها المتر، كما أن المساعدات ووسائل التدفئة لا تصل إليهم بانتظام وبشكل كاف. واقع لا تجد في مواجهته الأمم المتحدة سوى إطلاق النداء تلو الآخر للمساعدة، وهي تقول إنها باتت تتولى رعاية 3 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم. أوضاع اللاجئين في لبنان تبدو الأكثر صعوبة نظرا لافتقارهم إلى مخيمات كبيرة في مكان واحد وبإشراف دولي، وهذا بسبب خلاف سياسي منذ بداية الأزمة. هيئات الإغاثة وبعض منظمات المجتمع المدني تتولى الجزء الأكبر من مسؤولية تقديم الغوث لهم. مخيم الزعتري في الأردن نحو 100 ألف لاجئ. هنا أيضا مأساة في الصيف والشتاء، خيام مهترئة في صقيع الصحراء. كل ما يحتاجه اللاجئون هي بيوت جاهزة صغيرة تبدو كلفتها بسيطة في العالم العربي، حيث يتجمع ثراء هائل. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أصدر نداء طارئا لتقديم الدعم للمشردين في العراق، وبدأت الأمم المتحدة برنامجا للمساعدة النقدية الشتوية لمساعدة 41 ألف طفل من اللاجئين السوريين في مخيمات في الأردن. داخل سوريا مأساة مماثلة، حيث الثلج يجتمع مع الجوع وانعدام وسائل الحياة. غوطة دمشق نموذجا، حلب، درعا وغيرها كثير. أمام المأساة المستعادة عاما بعد عام، يبدو مضحكا ما يظهره مسؤولون سوريون وعرب ودوليون من اندهاش أمام الموت الزاحف. كل طرف يرمي المسؤولية على الآخر. النظام السوري الذي يدعي أنه يمثل الشعب لا تجد له أثرا في إغاثة نصف شعبه المهجر على يديه. الائتلاف السوري المنشغل بانتخاباته شبه غائب، الدول المستضيفة والأمم المتحدة. شتاء آخر والسوريون يتجمدون في عراء البرد، تاركين من ورائهم عالما يغرق في عراء إنسانيته.